بالوضع الكميات قليلة بالنسبة للزيتون وغالية، الأسعار غالية. يعني تنكة الزيت بتكلف زي تقريبا 600 شيكل، وصعب على المواطن انه يشتريها ب 600 شيكل. ونطلب من وزارة الزراعة انها تحدد سعر الزيت والزيتون. وانا دخلنا بشهر 10 الحين، يعني الزيتون الموسم كله حيقبل من 20 ل 30 يوم مش اكثر. الناس يعني فيش معها مصاري. اذا رطل الزيتون ب 20 شيكل و25 شيكل كثير جدا للمواطن اللي يشتري ب 20 شيكل. تنكة الزيت ب 600 شيكل كثيره خالص، ولا واحد بيقول لك باقي من الزيت حتى. كله انشال انباع، فيش بيع. اللي بياخذ له رطلين نص رطل، في بيقول لك حط له كيلو، فيش مصاري مع الناس. وضع البلد تعبان، والزيتون السنه غالي. شملالي متوفر، الكيلو 18 متوفر، ابو تفاحتين متوفر، الزيتون الايطالي متوفر، ابو تفاحتين، فنزويلا، الجميع الزيتون متوفر بس غالي. بنعرف انه انتاج الزيتون ضعيف جدا مقارنة بالسنة الماضية. السنة الماضية كان انتاج كثير جدا، ولكن السنة انتاج ضعيف جدا، وخاصة نوعية الزيتون الشملالي يعني مش حامل صفر، ولكن السري والكي 18 والاسود هذا يعني فيه شوية حمل بسيط. واللهم صل على النبي، يعني لحتى اللحظة يعني ما فيش اقبال على السوق اللي هو المطلوب، بالرغم من انه يعني لسه الاسعار يعني لو صار اقبال ممكن السعر يرتفع. وان شاء الله نامل من الله سبحانه وتعالى انه ايش يكون ربنا يبارك. يعني الزيتون يعني شجره مباركه وربنا يبارك فيها ان شاء الله.